سلام العشرة، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. المهم الإخوان، ما تنسوش اللايك والبارتاج. أي واحد شاف الفيديو يدير لايك ضروري باش يطلع التفاعل شوية ويطلع القناة شوية. المهم الإخوان، راكم تما. قصة اليوم واحد القصة اللي واعرة بزاف وغادي تعجبكم. قصة مرعبة ومشوقة في نفس الوقت. تبعوا القصة من الأول ديالها حتى الآخر ديالها باش تعرفوا القصة مزيان. المهم ما تنسوش قوانين الاستماع، جلسوا في شي بلاصة هاد او ديروا الكيت ونبداو القصة على بركة الله. مشينا. السلام عليكم، انا سميتي فؤاد من مدينة الحسيمة، وفي عمري 29 عام. ساكن في واحد الحومة الشعبية مع والديا، وفيها واحد الدار قديمة. هذيك الدار كانت قدام من قاع الديور وكتبان في شي شكل. كانت فيها غير السفلي. هذيك الدار بقات على حالها ملي تزاديت وانا كنشوفها هكاك، لدرجة ان حيوطها كاملين تقشروا ولا تكحلا. الناس ما كانوش كيهضروا على اللي ساكنين فيها بزاف. الحاجة الوحيدة اللي كنت عارفها هي ساكن فيها واحد الراجل بوحدو، ما مزوجش، عايش غير بوحدو فيها. هذاك الراجل ما عمروه دار مع شي واحد، وحتى شي واحد ما كيسول عليه، وما عمر شي واحد جازارو، لدرجة ان الناس وحتى انا كنساو باللي عايش شي واحد في هذيك الدار. ملي كنا صغار ما كنقدروش نقربوا من هذيك الدار ولا نلعبوا حداها، واذا شفناه شي مره بالصدفه كنتخباو بالزربه، حيت كانوا والدينا كيخوفونا منه. ولكن مع الوقت كنساو باللي شي واحد عايش في هذيك الدار. وحتى ملي كبرنا ما كناش كنشوفوه بزاف، لدرجة انه في العام كامل تقدر تشوفه مرة ولا جوج ديال المرات. شحال من قصص تكتبوا على هاد الدار وكيقولوا باللي راها مسكونة وهذاك الراجل مزوج بجنية. واحد المرة سمعت باللي واحد الراجل بغى يدخل لهذيك الدار ويعرف شنو كاين فيها، ولكن هذاك الشي اللي شاف ما عجبوش. كيقولوا من بعد ما خرج منها حماق ولا كيدور في الزناقي وهو عريان. هاد القصة كانت تنشرات بزاف في الحومة ديالنا، وحتى شي واحد ما عرفوش بصح ولا غير كذوب. والجيران اللي شاهدين عليه كيقولوا باللي ديما كيسمعوا الضحك ديال شي مرا عنده في الدار، ولكن كلشي كان متأكد باللي كان ساكن بوحدو. واحد الليلة كان الضوء تقطع عندنا في الدار، وخرجت انا للباركو كيما عادتي باش نكمي. جالس كنتكيف وحط كاس القهوة ديالي حدايا، درت كرسي وريحت تماك بيد من يجي الضوء. كنت ساهي وعجبني هذاك الكلم اللي كنحس به تماك، حتى شي واحد ما كيدور. شويه ويبان لي هذاك الراجل واقف قدام بابو كيشوف على اليمين وعلى اليسار ديالو. ملي شفتو هكاك تخبيت باش ما يشوفنيش، بقيت كنطل غير بشويه، ولكن ملي طليت لقيتو واقف وكيشوف في جهتي، وهادوك الشوفات ديالو كانوا كيخلعو، كان الشر خارج له من عينيه. واخا كان بعيد عليا ما عرفتش كيفاش قدر يشوفني من تماك. حسيت بقلبي كيضرب وتخنقت، وبقيت واقف وجامد في بلاصتي، ما قدرتش نرجع بالنور ولا نتخبى. واخا انا ما كنتش من النوع اللي كيخاف، ولكن الشوفات ديالو خلعوني بزاف. شويه ويضحك، وهاديك الضحكه ديالو كانت كلها شر. حسيت به بحال الا كيحضرني اولا كيقول لي حسابك معايا هو الاخر. شويه ويرجع الضوء. حسيت بالبرد بزاف، مشيت تخشيت في المنطقه ديالي وكنت كنترعد. واخا تغطيت كنت مازال كنترعد بالبرد. هذيك الصوره ديالو ما بغاتش تحيد ليا من بالي، خصوصا عينيه. الراجل كان تقريبا في السبعينات، وما طويل ما قصير، كسافو محنين القدام، وعنده لحية بيضاء.
الجلابة كحلا وداير واحد العمامة على راسو. شوية تكيت وداتني عيني وانا نسمع شي صوت قال لي مالك خايف. قلت يمكن غير كنتخايل. شوية سمعت همج هدا كتر ونط بالزربة كنشوف في جنابي شنو واقع. بديت كنقول شكون انت، شكون اللي كاين هنا، ولكن حتى شي واحد ما جاوبني. قلت يمكن غير كنت كنحلم، خصوصا انني داير بالي مع داك الراجل. من بعد كاع هاديك البرودة اللي حسيت بها قبيله وليت كنحس بالعافية شعلة فيا دابا. حيدت عليا الغطاء وتكيت. شوية وانا متكي كان الضو ديال الزنقة شاعل وضارب عندي في البيت. واحد الكرسي كان عندي محطوط تماك تحرك بوحدو بحال الا شي واحد حركو. نط عاوتاني مخلوع، شعلت الضواو ولقيتو بالفعل محرك من بلاصتو. كنت مخلوع وما عرفتش شنو هادشي اللي وقع. بديت كنستغفر الله ورجعت تكيت. كنحاول ما نحلش عيني باش ما نشوفش شي حاجه اللي ما تعجبنيش، ولكن الفضول ديالي خلاني نحلهم. وهاد المره بان لي هذاك الكرسي جلس فيه شي راجل وعطيني بالظهر. رجعت باللور حتى طحت من فراشي. الوالده سمعت صداع حيت طيحت البيوز اللي كان حدايا. دقات عليا وقالت لي شنو كاين فؤاد. لقاتني طايح في الارض. شعلت الضو قالت لي ياك ما حلمتي. قلت لي غير شفت واحد الحلمه خايبه. قالت لي نوض راه الفجر اذن اذا بغيتي تصلي. انا في العاده كنت كنسمع الاذان حتى الجامع غير حدانا، ولكن هذيك الليله بالضبط ما سمعتوش واخا ما نعشتش نهائيا. نوت ورجعت هذاك الكرسي لبلاصتو. توضيت وخرجت باش نصلي مع الوالد. كان كيصلي بينا انا والوالده. ملي جينا نسلمو وتصدمت. درت على اليمين ديالي هو يبان ليا داك الراجل كان جالس وكيضحك نفس هذيك الضحكه ديال قبيله. نط قفزت من بلاصتي. الوالد كيقول لي ياك لاباس كمل صلاتك. قلت له راني كملت. بدا كيقول لا حول ولا قوه الا بالله. خلاني ومشى باش يتسكى. اما الوالده راسها ضرها وقالت لي بغيت غير نعرف شنو وقع لك هاد الليله. قلت لي والو، غير الحلم اللي حلمت قبيله مازال مأثر عليا. قالت لي ايوا اذا كانت خايبه ما غنقولكش عاودها ليا. سير تكا واستغفر الله حتى يديك النعاس. وهداك الشيء اللي درت. اتكيت وغطيت راسي بالمالطه وبديت كنذكر الله حتى داني النعاس. فقت والشمس داخله عندي لبيتي، وملي قلبت الساعه لقيتها 12 ديال النهار. دوشت ومن بعد دوست للطواليت. ملي جيت نجلس فيها وانا نتصدم بان لي حنش. بديت كنغوت. الوالد جا ودخل عليا وقال لي مالك يا هذاك المسخوط شنو واقع. قلت له الوالد راه كاين حنش، ولكن ملي جا هو طل ما لقى حتى شي حاجه. خنزر فيا وقال لي ياك ما كتكمل الحشيش ولا كتشرب. قلت له لا الوالد انت عارفني ما كنديرش هذاك الشيء. خرج وهو معصب، اما انا كنت مخربق وما فهمش شنو هادشي اللي واقع ليا. نسيت ما نقول لكم بلي عندنا محل ديال النجاره وكنت انا اللي كنمشي نحلو في الصباح. فطرت وتميت خارج. ملي جيت نضرب الدوره هو يجي وجا داك الراجل. لقيته واقف قدام الباب بحال الا كان كيستناني. انا كما العاده جمدت في بلاصتي، ما عرفت واش نرجع باللور ولا نزيد نكمل في طريقي. قلت غنكمل في طريقي وشنو غيوقع كاع. وانا دايز من حدا هو يقول لي الا كنتي شفتي شي حاجه كنتمنى تنساها اولا ما يعجبك حال. كنت هذيك اول مره غنسمع صوتو بورشني لدرجه بغيت نرجع لدارنا ونسد عليا الباب بقوه ما خفت منه. من موراها كملت طريقي.
دورت وجهي لقيتو سد الباب. مشيت للمحل وأنا كل مخلوع. حتى الوالد لاحظ باللي أنا غير ساهي وكيقول لي هذاك البرهوش مالك اليوم شنو واقع عليك؟ كنقول له والو الوالد غير عيان شويه وما نعشتش مزيان البارح. بديت كنفكر مع راسي وكنقول يمكن الناس كاملين عارفين هذاك الراجل شنو كيدير، ولكن وقع لهم في حالي وما قادرينش يهضروا حيت خلعهم ولا هددهم بشي حاجه. هذاك الراجل ما كيلعبش، بينا باللي متمكن من هذاك الشيء اللي كيدير، غير الوقفه حداه تخليك تهرب وما باقيش الدور بجهته. الوالد ملي شافني هكا قال لي عرفتي شنو، غير سر للدار، بلي غير غتبقى ساهي النهار كامل، انت ما بقيتيش عاجبني هاد الايام، غنبقى حتى نجري عليك وهاديك الساعه شوف شكون اللي خدمك. الوالد عندي قاصح شويه، ما كيعاملنيش على انني ولدو، كيعاملني على واحد اساس خدام عنده. ما كانش فيا اللي يبقى يهدر معاه. خرجت من تماك ومشيت للدار، ولكن بطبيعه الحال ما دوزت من الطريق العاديه، قلبت الدوره من جهه اخرى باش ما نبقاش ندوز من حدا هذيك الدار. اما الموضوع ديال هذاك الراجل وهذاك الشيء اللي شفت ما قدرتش نجبدو لا مع الوالد ولا الوالده ولا حتى شي واحد اخر. بصراحه خفت على راسي، وحتى اقرب واحد عندي صاحبي ما قدرتش نعاود ليه، حيت ديما كتجي صورة هذاك الراجل في عينيا والتهديد ديالو اللي هددني. حتى جا هذاك النهار اللي تهزت فيه الحومة ديالنا على الخبر ديال الموت ديال واحد الراجل كانت عنده تقريبا 60 عام. هذاك الراجل ما ماتش عادي، مات وهو منتحر. اختو اللي كانت عايشة معاه دخلت عليه البيت، لقاتو معلق راسو في الحبل وعطاتها الغوات حتى تجمعوا عليها الجيران. وحتى انا كنت منهم اللي دخلنا وشوفنا هذيك الحاله كاملين بقينا مبغوضين. كانوا عينيه محلولين وشانق راسو بواحد الحبل، اما الوجه ديالو كان باين عليه الخوف بحال الا كان كيشوف شي حاجه قبل ما يموت. بقينا مدابزين معاه حتى نزلناه من تما، غمضنا له عينيه وغطيناه. اختو كانت كتغوت وكتبكي وكتقول شحال من مره وصيتو باش يبعد من هذاك المشعوذ ولكن ما بغاش، كان كيدير غير اللي فراسو. هذيك الغوات ديالها وهذيك الهضره اللي كانت كتقول دارت البلباله في الناس، خصوصا الرجال ملي بداو كيتفقوا كيهضروا باش يخرجوا هذاك الراجل من الحومه. واحد الراجل شيباني خرج من بيناتهم وقال لهم هذاك الراجل كما كان موقرنا حتى حنا وقرناه، كنا كنقولوا هو حر، سد عليه باب دارو ويدير اللي بغا، ماشي سوقنا في هادشي كامل. ولكن ملي وصلت القضيه لان واحد فينا يموت هادشي زاد على حدو وخصو يوقف. هذيك الوقيته ملي كانوا كيتغاوتوا انا كنت باغي نهدر ونعاود هذاك الشيء اللي شفت، ولكن في اخر لحظه تراجعت وقلت لا، دخل سوق راسك، غتجبد على راسك غير النحال، شوف واسمع وسكوت. اختو كملت هدرتها وقالت باللي كان كيعاون هذاك الراجل، وشحال من مره لقات عنده شي ورق في شي شكل وحتى شي كتوبه والطلاسيم اللي تاروا الانتباه ديالها وبزاف ديال التصاور ديال الناس. وملي كانت كتحاول توقفو وتبقى تغوت عليه كيقول لي هذاك الراجل عنده البركه وكيعاون الناس خصوصا المظلومين. كيقول ليها انا معاشرو وعارف شنو كيدير. كملات في البكا ديالها وكتقول ما عمرني تخيلت خويا غيموت بهذه الطريقه. الناس بداو كيصبروا فيها وكيسكتوها، والهضره ديالها فهمت باللي هذاك الراجل اللي مات كان كيعاون هذاك المشعوذ في الاعمال ديالو. ولكن كيفاش حتى شي واحد فينا ما لاحظ هذا الشيء؟ او لا يمكن الناس كانوا كيشوفوا هذا الشيء ولكن ما قدروش يهضروا. الرجال اتفقوا وقالوا باللي غيمشيو ليه في هذيك الساعه. داو معاهم اختصار الراجل اللي مات، مشاو له حتى لدارو، بداو كيغوتوا وكيهرسوا الباب وكيدقوا على الباب بحر جهدهم.
ولكن ما طلع عليهم، ما خرج لعندهم. بغاو يهرسوا الباب، عياو معاه ولكن ما بغاش يتهرس. كاع المحاولات ديالهم وهما كيحاولوا يهرسوا هذاك الباب فشلات. واحد منهم قال لهم واقيلا ما كاينش. الرجال كانوا متحمسين حيت كانوا مجموعين، ولكن كان كل واحد بوحدو. انا متاكد بلي ما يقدروش يدوزوا محدا ديك الدار. انا ملي كنت متاكد منه هذاك الراجل ما غاديش يفلتنا وغينتقم منا كاملين واحد بواحد. مشيت رجعت لدرنا وخليتهم. من بعد ما دازت شي 4 ساعات طليت عليهم ولقيت الدنيا تفرقات وكل واحد مشى فحالو. جاو البوليس وجابوا معاهم حتى الطب الشرعي باش يشوفوا السبب ديال الوفاة. خدت هذيك الراجل اللي مات كتبكي وكتقول لهم بلي هذاك المشعوذ هو السبب. مشاو لعندو بقاو كيستوجبوه حتى ملي قلبوا الدار ما لقاو والو. هذاك الشيء علاش مشاو فحالهم بلا ما يديوها معاهم، حيت ما عندهم حتى شي سبب باش يدينوه. بداو الناس كيوجدوا في الجنازه وكيبنيوه في الخزانه. وصل الليل والناس كاملين تخشاو تماك. الوالد قال لي انزل حتى انت جلس مع الرجال. قلت له ما فيا، غير خلينا الوالد. كنت كنطل من الباركون ديالي كما العاده. شويه هو يبان لي هذاك الراجل عاوتاني خارج غادي لجهه الخزانه. اتصدمت فيه، هذا فين غادي وشنو باغي يدير؟ غير دور وجهه وشاف فيها الضو تقطع والخزانه بدات كتمشي وتجي والناس كيتغاوتوا لدرجه انها كانت غطى حدا ما كانوا شدوها. ما فهمت هذا الراجل مين اصله، كيفاش قدر غير بالشوفات ديالو يطفي الضواو؟ يمكن كان واصل لدرجه عاليه من الشعوذه والسحر. رجعوا كيدابزوا مع الضو حتى قدروا يشعلوه. من بعد ما دازت تقريبا شي نص ساعه وحتى شي واحد ما عرف السبب الا انا اللي شفت بعيني. في الاول كان كيحسب لي بلي هذاك الراجل غيمشي يجلس مع الرجال، ولكن لا، هو كان حاقد عليهم بسبب هذاك الشيء اللي داروا. دازت هذيك الليله ورجع داك الكلام عاوتاني. تفرقات القضيه وحيدوا الخزانه. دازت تقريبا شي 4 ايام على هذيك الواقعه، وفي هذا 4 ايام ما شفت حتى شي حاجه غريبه. كنت كنمشي عادي للخدمه ديالي مع الوالد. في النهار الخامس بالضبط فقنا على الغوات ديال الناس. ملي خرجت كنطل من الباركو اتصدمت. بانت ليا الدار ديال با محمد كتحرق. وهاد با محمد كان هذاك هو الراجل الشيباني اللي ساق الرجال وقال لهم يلا نمشيو عند هذاك المشعوذ لدارو. كان عايش مع بنته وراجلها وولادها، والناس الحومه كاملين كيهزوا الماء وكيخويو، ولكن ما قدروش يطفيو هذيك العافيه. من بعد خرجوا العائله كاملين الا با محمد اللي كان ناعس وسد عليه البيت من الداخل، وما جاب للدنيا اخبار حتى تحرق في بيته. من بعد ما طفات العافيه ودخلوا كيقلبوا لقاو الجثه ديال با محمد وهي محروقه وما لقاو ما يجمعوا فيه. انا وسط هذاك المنظر وهذاك الشيء كامل كنت مصدوم، كنت خايف وكنترعد وكنقول نوبتنا جايه كاملين. اش دانا كاع نمشيو نهجموا عليه؟ هذا الراجل ما يخلي حتى شي واحد فينا، حتى شي واحد ما عرف السبب علاش تحرقت هذيك الدار. المراه كتحلف وكتقول باللي راها متاكده باللي طفات كاع البوطات كاع ما تنعس، وهذه هي العاده ديالهم. الناس كيهضروا كيقولوا 2 حوادث في نفس السيمانه. هاد الحاومه ما بقاتش كتعجب، شي حاجه ماشي هي هذيك كتوقع. جا الوالد كيشجع فيهم وكيقول لهم حتى لين غنبقاو ساكتين لهاد الراجل، راه طغى بزاف. انا كنقول للوالد غير اسكت عافاك، راه غتجبد على راسك صداع. وهو كيقول لي طلق ليه، ما غنبقاش ساكت ليه. قلت له واش ما شفتيش هادوك اللي سبقوك شنو طرا ليهم؟ شفت في جهه هذيك الدار هو يبان لي هذاك الراجل كيطل من الشرجم وكان كيشوف الوالد. هذوك الشوفات ديالو اللي كانوا كيخلعوه بحال ديما. انا تخلعت وجريت الوالد باش نرجعوا للدار،
ومن بعد نزلنا ومشينا مع الناس باش ندفنوا الجثه ديال با محمد. ولا الرعب عندنا في هذيك الحومه، حتى شي واحد ما كيقدر يخرج سوا بالنهار سوا بالليل، والناس مكالميه بزاف. هذيك الليله ما دانيش النعاس، غير كنغمض عيني كيبان لي هذاك الراجل واقف قدامي كيضحك وكيشوف فيا. من بعد كنسمع بحال الا شي واحد كيدق عليا في الباركون. ملي كنوض وكنشوف ما كنلقى والو، كنحس بحال الا شي واحد متكي معايا في الفراش وكيتنفس. من عشت نهائيا حتى سمعت صوت الوالد هو كيغوت بحر جهدو. مشيت كنجري عنده انا والوالده، لقيناه شد في عنقو وما قادرش يتنفس. كيقول لي خرج عليا. كنقول له شكون هو الوالد، ولكن ما كيجاوبنيش، غير كيشوف جهة الباب وكيغوت بقوة ما كيتنفسش، وجهه ولا زرق. عيطنا للامبيلونس. من بعد ما دازت ساعات جاو داروا ليه الاكسجين، ولكن الوالد غيب وما بقاش عاود فاق. وحتى الطبيب ما عرفش السبب اللي خلاه يغيب، قال لنا كلشي عنده طبيعي، يمكن هذا غير شي صدمه اللي درت له هكا. شديت له في يدو كنقول له قلتها لك الوالد، قلت لك عطي لهداك الراجل بالتيساع وما تدويش عليه. خليت الوالده معاه في السبيطار ورجعت انا باش نجيب له حوايجو. طلعت للدار ودخلت لبيت الوالد، وتماك كانت الصدمه. لقيت هذاك الراجل جالس وكيشوف فيا، بقوة ما تخلعت كنت غنطيح في الارض. بديت كنتمتم وكنقول له انت شنو دخلك لهنا، شنو جابك، شكون انت، واش انت من الانس ولا من الجن؟ قال لي اذا بغيتي باك يبرا خصك تجي لعندي. قلت له يعني انت السبب في هادشي اللي طرالو. فهاديك الساعه غبر انا كنت مصدوم وكنترعد. الوالده صونات ليا في التليفون وقالت لي بلي باك تزاد عليه الحال. تخلعت، بديت كنجمع له في حوايجو وغادي راجع للسبيطار. ملي وصلت لقيتهم كيديروا ليه الصدمات الكهربائيه باش يعاود قلبو يدق، حيت قلبو كان سكت. قلت للوالده خليك معاه انا راجع. مشيت كنجري للحومه وبديت كندق على هذاك الراجل وكنقول له خرج لعندي. الباب تحل بوحدو، ما فهمتش كيفاش. تميت داخل وانا ما خايفش. من مورا ما دخلت عاود الباب تسد بوحدو. بديت كنعيط وكنقول له فينك خرج لعندي. شويه هو يقيسني في كتفي، درت وشفت في عينيه نيشان. شداتني هذيك الخلعه والترعيده، ولكن قلت خصني نتشجع على قبل الوالد. قال لي عرفتك غتجي، كنت كنستناك. قلت له شنو بغيتي مني وشنو بغيتي من عائلتي، حتى من الناس ديال الحومه ما وقرتيهمش. قال لي دوك هما اللي تهاجموا عليا، انا ما كنظلم حتى واحد. اما شنو بغيت منك فبغيتك تكون الخادم ديالي. قلت له انا اش داني لهاد الشي ديالك، انا ما عنديش مع السحر. بدا كيشعل شي شموع وكيكمل في هدرتو. بديت كنشوف كاع هذاك التخربيق اللي عنده في الدار. اش غنقول لكم، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم هذاك المنظر. الحيوطه كاملين عامرين بالطلاسيم اللي كانوا مكتوبين بشي ما صفر، وبعض المرات مكتوبين بواحد الماء احمر بحال الدم، وشي مشاش معلقين ومقطعوا ليهم راسهم. واحد الريحه كانت كخانزه كتخنق. ما فهمتش كيفاش هذا الراجل عايش في هذيك الدار، ومعرب واحد الطبله اللي كان مغطيها بثوب كحل. تصدمت بزاف ديال المونيكات مديوكين فيهم شي باري. هاد الراجل كان متمكن من جميع انواع السحر، سواء الكحل ولا الابيض ولا الحمر ولا حتى السحر الميت. كان متعمق وكيعرف كل شيء، داير بحال شي شيطان متجسد على جسم انسان. شفت فيه وقلت له اسمعني، انا ما عارفش حتى سميتك، وانا ما جيش باش نخدم معاك، جي غير باش نعتق الوالد. قال لي انا بغيتك تتعلم اللي ينفعك.
ونخلي عندك الهيبة لدرجة حتى شي واحد ما يقدر يتجرأ عليك. الصدمة كانت هي ملي هزك مامو. الجلد ديالو كان بحال ديال شي حنش، ما كانش ديال بنادم نهائيا. وملي شفت هذاك الشيء قلت له بغيت نمشي في حالي. قال لي استنى، دخل الحمام ماشي بحال خروجو، انت اختاريتي من بين بزاف ديال الناس وماشي انا اللي اختاريتك، هما اللي اختاروك. قلت له كيفاش؟ شكون اللي اختاروني؟ انا راه ما فاهم والو. شفت حتى عييت وفي الاخر قلت له واخا انا موافق، ولكن خصك تنقد الوالد. مشى جاب واحد المونيكا وحلها قدامي، جبد منها واحد الشعر ابيض، وانا غير شفتو عرفتو باللي هذا الشعر ديال الوالد. بدا كيحيد منها ديك لي باري، من بعد ما سال حرقها وقال لي يا صافي راه انا لغيت السحر اللي كنت داير لباك. قلت له ماشي غير هو، كاع الناس ديال الحومه. تعصب، ولكن واخا هكاك كان كينفذ هذاك الشيء اللي كنقول ليه، بحال الا كان محتاج ليا اكثر ما انا محتاج ليه. عيطات لي الوالده وقالت لي بلي باك بخير وخصنا نخرجوه. قلت لها واخا الوالده انا جاي لعندك. قلت له المهم نخليك دابا حتى الليل وغنرجع لعندك. قال لي واخا عندك تنسى الاتفاق ديالنا اولا غندمك انت وعائلتك. غادي في الطريق ومهموم وكنقول يا ربي دير لي شي تاوي ديال الخير مع هذاك الراجل. ما عرفتش راسي باش تبليت وشنو الطريق اللي مشيت فيها. ما عرفتش علاش وافقت على هاد الشيء وانا وحلت دابا وما عرفتش شنو غندير. كنت قاطع الشانطي وهو يبان لي واحد الراجل كان كيشوف فيا. ملي شفت فيه جاني بحال الا كنعرفو، كان وجهه مألوف بزاف، وهو قاطع من الجهه اخرى وانا قاطع من هاد الجهه وكنشوفو في بعضياتنا. زيدتو خليتو مشيت لعند الوالد، غسلات له الوالده حوايجو وتمينا مخرجينو دافعينو في الكروسه المتحركه. لقينا واحد الطاكسي قدام الباب وركبنا فيه. اللي هز راسو وشاف فيا وقال لي فين غنديكم. كان هو نفس الراجل اللي تلاقيتو عاد دابا في الشارع. بقيت ساكت وما عرفت باش نجاوب، حتى نطقات الوالده وعطيتو العنوان. نزلنا الوالد وهو غير حاضيني وكيشوف فيا. الشوفات ديالو ما كانوش كيخلعوه، ولكن خلوني نشك بحال الا هاد الراجل كيعرفني او لا باغي مني شي حاجه. المهم ما تسوقتش، دازت هذيك العشيه دوزتها غير مع الوالد وكنجيب له كاع داكشي اللي كيخصو وكنقول له كون هاني على المحل انا غنقابلو. حتى وصل الليل وتحديدا من مورا صلاة العشاء. مشيت تحركت عند هذاك الراجل لدارو كيما اتفقت معاه. دقيت عليه ودخلت. قال لي يا اهلل، واجد باش تتعلم اول حاجه بغيتك ديرها هي تنسى عليك البشر وما تبقاش تتعامل بقلبك مع الناس ولا بالمشاعر ديالك. اللي اداك خصك تندمو. اول حاجه خصك دير هي تثبت الولاء ديالك. قلت له كيفاش غندير؟ قال لي هادي ضربها على حسابي، خصني غير شويه من الدم ديالك ولا شعرك. جرحت يديه وعطيته من دمي، بدا كيشوم فيه وكيدوقو. قال لي يا دمك زوين، دابا عاد عرفت علاش اختاروك. بدا كيمارس في هذيك الشعوذه والطقوس ديالو اللي ما عرفت راسها من ساسا. انا غير كنت كنشوفو حاضيه، عارف راسي باللي صافي مشيت في هاد الطريق وكحالت عليا، لا دين لا مله. شويه وحنا هكاك حتى تحل الباب. هو تصدم وتخلع، رمى داك الشي اللي كان في يديه وقال كيفاش حتى الباب تحل. ملي دورت وجهي بان لي هذاك الراجل اللي تلاقيته عند السبيطار. دخل وقال له شحال ما تشوفنا سنين طويله اولا خويا العزيز. اتصدمت بزاف. هذاك الراجل طلع خوه ولكن ما كيتشابهوش نهائيا.
واحد كيبان عليه الشر على وجهه، اما الاخر اذا شفته ترتاح ليه. حط يدو على راسي وقال لي يا نوض انت خرج من هنا. قلت له ولكن قال لي ما تخافش خويا، ما بقى غيأذي حتى واحد. خرجت وسديت الباب من ورايا. هذيك الليله كامله وحنا كنسمعوا الغوات في هذيك الدار، وكنسمعوا شي حوايج في شي شكل، خصوصا انا كانوا كيبانوا لي شي خيالات طالعين هابطين. ما عرفتش واش كانوا كيبانوا الناس كاملين ولا غير انا. الغد له ملي صباح الصباح كلشي تصدم، حيت لقاو الباب ديال المشعوذ محلول، ما عمرو ما كان محلول حتى لهداك النهار. وكانت واحد الريحه خانزه بزاف خارجه من تما. الناس ديال الحومه واحد كيزعم الاخر، وفي الاخر دخلوا كاملين. لقاو هذاك الراجل ميت وهو جالس فوق الكرسي، عينه محلولين بحال الا شاف شي حاجه اللي كتخلع واللي ما عمرهم ما غينساها. باين باللي تعذب بزاف قبل ما يموت. وخرجت انا لقيت شقله في الحومه. ملي دورت وجهي بان لي داك خوه. قلت له واش انت؟ حرك راسو باه. مشيت لجهته وقلت له علاش قتلتي خوك؟ قال لي اذى الناس بزاف من شحال هادي وانا كنقلب عليه واخيرا لقيته. خويا كان باغي يستغلك حتى انت وتكون الوارث ديالو، حيت انت زهري وطاقتك مرتفعه. كان باغي يستغلها في الاعمال الشيطانيه، وهيدا غتكون قوه منه وغتكمل العهد في بلاصتو. عنقته وقلت له شكرا بزاف حيت عتقتيني منه. قال لي رد البال لراسك، ملي غتوصل لوقيتك غتتعرف كل شيء. وخلاني ومشى. ملي ضرب الدوره مشيت كنجري تابعو، حيت كان طيح واحد الخاتم ديالو ولكن ما لقيتوش. هاد القصه دابا دازت عليها 4 سنين. هذيك الخاتم في يدي، وهذاك الراجل ديما كيجيني في المنام وكيعلمني، كيوريني شحال من حاجه اولا كيحضرني من شي حوايج. وهنايا سالت قصتي. وما تنسوش اللي عجباتو القصه ما ينساش يخلي لنا لايك وشي تعليق محفز. ونتلاقاو في القصه الجايه، والسلام عليكم.